صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. يمكن من الفيديوهات المجموعة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها ان ازاي الشركة تبقى ناجحة. يمكن واتكلمنا في مجموعة منها ان انا عشان الشركة تبقى ناجحة لازم احسن ادارة الموارد البشرية، وعشان احسن ادارة الموارد البشرية لازم اعرف ادير البني ادمين اللي شغالين. ويمكن ابتدينا اتكلمنا عشان اعرف ادير هذا البني ادم لازم افهم اصلا هذا البني ادم متركب من ايه واخد بالي من ايه. يمكن اتكلمنا في الفترات اللي فاتت او في الفيديوهات اللي فاتت عن مجموعة مختلفة. خلي بالك ان هذا البني ادم هو عبارة عن تركيبة من شوية حاجات. عنده شخصية، فلازم تفهم شخصيته عشان تعرف تتعامل معاه. خلي بالك هذا الشخص عنده perception وادراك، بيشوف الحاجة مش بحقيقتها، بيشوفها بادراكه. فلو سمحت وانت بتتعامل مع هذا الشخص، انت مش بتتعامل مع الشخص بس، انت بتتعامل معاه بادراكه اللي هو ازاي بيشوف الحاجات. خلي بالك الشخص اللي عندك دوا شخص بتتحكم فيه القيم والفاليوز، والقيم والفاليوز بتاعتنا مختلفة. فخلي بالك وانت بتديره اللي انت بتدير معاه شوية قيم وفاليوز. حاضر. خلي بالك وانت بتدير هذا الشخص ان هذا الشخص ممكن بسهولة جدا تاخد منه شغل زي الفل لو انت عرفت تعمل له تحفيز وموتيفيشن. ياخد بالك واعمل شوية الحاجات دي في الموتيفيشن. كل ده اتكلمنا عليه الفترة اللي فاتت. بس هل ده كده خلص البني ادم؟ لا تصدق، لسه شوية حاجات جواه. من شوية الحاجات اللي جوه البني ادم اللي بتتحكم فينا بشكل كبير جدا وبتأثر علينا وبتأثر على انتاجيتي في الشغل. خلي بالكم احنا مش بنتكلم في المطلق في الحياة، احنا بنتكلم واحنا مينلي في لغة البيزنس. هي فكرة الايموشنز والمود، المشاعر ومزاجي عامل ازاي. يعني ايه حضرتك؟ قال خلي بالك ان المشاعر بس كده شوية حقائق كده عشان نقطعها مع بعض فرض كده زي ما بيقولوا وتبقى واضحة. المشاعر بتؤثر على الانتاجية بتاعتي، يعني ممكن المشاعر بتاعتي تخلي انتاجيتي عالية والمشاعر بتاعتي تخلي انتاجيتي تبقى قليلة. خلي بالك ان اغلبية الناس ما بيشوفوش المشاعر البوزيتيف، بيركزوا قوي مع المشاعر الايه النيجاتيف بتاعة الناس والايموشن النيجاتيف بتاعة الناس. خلي بالك ان لا يمكن فصل المشاعر عن البني ادم، هما لقة واحدة مع بعض. انت مضطر كمدير تتعامل مع الباسكت ده مع بعض. طيب هي ايه المشاعر؟ المشاعر بمنتهى البساطة حاجة بتحصل لي نتيجة حدث معين. لازم يبقى في حدث عشان تطلع المشاعر. يعني ايه حدث؟ في حد بيتجوز ففي فرح، في حالة وفاة ففي حزن، مستنيه النتيجة بتاعة الثانوية العامة ففي ترقب. فدايما في حدث، بناء على هذا الحدث تطلع المشاعر. في العلم قال لك ان المشاعر 6 درجات. يعني البني ادمين لما نحب نوصفهم كده ونجيب ترمومتر اسمه ترمومتر المشاعر والايموشنز، احنا عندنا 6 درجات. الدرجة اللي هي بتاعة السعادة، درجة المفاجأة، درجة الخوف، درجة الحزن، درجة الغضب، درجة الاشمئزاز. دول 6 درجات. ولك كل ما تاخد البني ادم في الدرجة بتاعة السعادة والمفاجأة تاخدت احلى شغل منه. كل ما البني ادم يروح في الترمومتر للحزن والغضب والاشمئزاز هتشوف ايه الشر كله مني، تطلع مني حاجات غريبة. طيب دي المشاعر. طيب في نفس الوقت انا بيتحكم فيا حاجة اسمها كمان المود بتاعي، حالتي المزاجية. ايه بقى حالتي المزاجية؟ الله بص احنا تعبنا والله عشان نعرف ايه الحالة المزاجية. يعني ايه؟ قال لك والله بص ايه بتحصل، يعني ايه سببها؟ هي بتحصل يعني حاجة كده جنرال تخلي حالتك المزاجية كده. يعني ايه حالتك المزاجية؟ يعني من شوية عرفنا المشاعر وقلنا في 6 درجات. حالتي المزاجية ايه بقى؟ قال لك والله بص الموضوع صعب قوي، ومش يعني فكرة ان بشكل محدد اقول لك ايه، لا ما نمت صحيت حالتك المزاجية كده. عارف كده اللي هو يقول لك ايه، عدى من جنبه حاجة فحالته المزاجية بقت وحشة. جنرال وبتحصل. طب ايه انواع الحالات المزاجية عندك؟ قال لك هم 4 حاجات بنقعد نلف حواليهم: هاي بوزيتيف، لو بوزيتيف، هاي نيجاتيف، لو نيجاتيف. الشخصية ده الحالة المزاجية بتاعته في أغلبية الوقت بتاعه إنه عنده بوزيتيفيتي عالية وتفاؤل عالي. لا البوزيتيفيتي بتاعته قليلة.
لا ده في العادي النيجاتيفيتي بتاعته عاليه، ده في العادي النيجاتيفيتي بتاعته قليله. بندور حوالين ده. خلي بالك ان المشاعر الايموشنز هي والمودز والحاله المزاجيه طول الوقت بيأثروا على بعض. يعني ايه؟ يعني حضرتك سيادتك انا لو البوزيتيفيتي بتاعتي عاليه هتلاقيني رايحه في ناحيه السعاده. لو انا البوزيتيفيتي بتاعتي قليله او رحت في النيجاتيفيتي بتاعتي عاليه هتلاقيني رايحه في ناحيه الغضب والحزن. فعشان كده هم بيأثروا على بعض. لما جم برضو يشوفوا في الاربع انواع دول انا مودي بيبقى عامل ازاي، ممكن ابقى هادي، ممكن ابقى سعيد، ممكن ابقى زعلان، غيره من الحالات المزاجيه المختلفه. اوكي طيب نعمل ايه؟ طب حضرتك في هذا البني ادم ان شاء الله اللي عنده 6 درجات من الايموشن وان شاء الله عنده 4 من الحالات المزاجيه، اديله ازاي بقى؟ يعني عايزه اعمل ايه؟ ماشي فهمت الكلام ده، اعمل ايه معاه؟ قال لك بص بقى اقول لك كم معلومه فاكت وبعدين اقول لك نعمل ايه كلنا مش لوحدك يعني. اول حاجه لما جم عملوا ابحاث قال لك تصدق ان الشخص، يعني احنا اتفقنا ان احنا عايزاك دايما في حته السعاده وفي الحته بتاعت المفاجاه كده عشان ناخد منك، عشان ساعتها انت بتبقى بوزيتيف عالي فدنيتك بتبقى حلوه فساعتك انتاجيتك هتبقى احلى. فانا عايزاك في الحته دي. ايوه طب نعمل ايه؟ قال لك كل ما بنيجي من نص الاسبوع ورايحين على اخر الاسبوع بنبقى مبسوطين. ايه ده بجد؟ تصدق يا راجل؟ طب اقول لك بقى على المفاجاه الثانيه. قال لك لما نيجي نقيس اليوم عشان نبتدي يومنا من الساعه 9 للساعه 5، من الساعه 8 للساعه 4، اول اليوم النيجاتيفيتي عاليه والبوزيتيفيتي قليله. بعد كده في نص اليوم البوزيتيفيتي تعلى عن النيجاتيفيتي، على اخر اليوم تنزل البوزيتيفيتي عن النيجاتيفيتي. يعني في نص اليوم بيبقى فيه بوزيتيفيتي في اعلى ليفل ليها في خلال اليوم. حلو. عايزه ايه مني؟ والنبي اديني الروشته اعمل ايه؟ عشان اديك الروشته تعمل ايه؟ بص بقى، عايز شغل حلو وتطلب من الناس شغل حلو وبيبدعوا لك فيه ويبقوا متحمسين يعملوا فيه، اطلبه في نص الاسبوع او في قرب اواخر الاسبوع، بلاش اول الاسبوع وراجع من الاجازه كعبال لوحده. او كمان اعمل الميتنج في الحاجات اللي انت عايزها تبقى الشخص يبقى مركز معاك وتاخد منه افكار حلوه في نص اليوم. ابعد عن اول اليوم وابعد عن اخر الايه؟ وابعد عن اخر اليوم. بيقول لك كمان عشان ترفع المود بتاعي وحالتي المزاجيه بتاعتي تبقى حلوه ونروح في الحته بتاعت البوزيتيفيتي عاليه، خلي في الطبيعي يبقى في سايد توك كده واحنا قاعدين بناكل مع بعض وبنشرب مع بعض، بنتكلم في الحياه. انت عامل ايه؟ اخبار ابنك عمل ايه؟ عملتوا ايه في النتيجه؟ مراتك عملت ايه؟ مش عارفه ايه، شفت الماتش، شفت مش عارف ايه. بيقول لك ان الاحاديث الجانبيه دي في اليوم اللي هو مجرد ممكن تكون سؤال عابر او ازيك عامل ايه، بترفع وبتحولني في المود البوزيتيف، خصوصا من مديري او الشخص الاعلى مني او اللي بيترأس الاداره. حلو. الناس الاكبر سنا لقوا ان البوزيتيفيتي عندهم اعلى والنيجاتيفيتي اقل. فحلو ان يبقى عندك في الشركه ناس سنها برضو كبير. عشان كده الشركات اللي كلها سنهم صغير بيعانوا من نسبة نيجاتيفيتي لانها بتأثر فيهم كلهم. من اي موقف صغير الناس بتتصدم فيه، لسه ما فيش اكسبيرينس شغل، تلاقي الناس بتحبط بسرعة. لكن لما بيبقى في ناس كبيرة موجودة شوية اكبر سنا، عادي يا جماعة، ياه ده مرت يقعدوا يحكوا لهم بقى، فبيعمل بالانس. خلي شركتك يبقى فيها هذا البالانس. لو انا شركتي طبيعتها فيها ستريس، يعني ايه؟ يعني خليني اقول لك مثلا طبيعه الصناعه بتاعتي فيها شيل وحط ومش عارف ايه، اعمل المكان بتاع البريك اللي بياخدوا فيه البريك بتاع الاكل والشرب عكس الاسترس. يعني مكان فعلا يعرفوا يريحوا فيه. على فكره مش بقول لك روح اعمل لهم اوض نوم وروح اعمل الكلام ده، ممكن تتعمل بحلول بسيطه يا سيدي. لو حطيت مراتب والناس فعلا تيجي في النص ساعه دي تريح وتنام، بيقول لك لما تيجي بتحاول تقلل من عليهم الاسترس ده بيزودهم في الحته بتاعه البوزيتيف. طب لو انا شغلانه المجهود العقلي فيها اكبر زي الناس البروجرامر وبتوع الكمبيوتر وبتوع الR&D، اعمل لهم يا عم اوضه فور فن، يلا بينا نلعب، مش عايز تفكر في الشغل، كرسي كده ليزي تشير نقعد نلعب جيمز، نقعد كده نمسك الكره نقعد ننططها، اقعد ارمي في سهم. اعمل عكس الاسترس اللي انت كنت بتعمله لي، هتاخدني هتقلل الستريس فتاخدني في ناحيه البوزيتيف. ماشي. وانت بتدير الناس بتاعتك في حياتك اليوميه جوه الشركه لازم
تبقى فاهم ان هم بيتكلموا من مشاعر ومود، وده التكوين الاساسي بتاع البني ادم اللي مش هتعرف تفصله. لازم تعمل لهم توعيه في ده، لازم تفهمهم خلي بالكم احنا كلنا متركبين من مشاعر ومود، وخلي بالك لما المشاعر السيئه بتاعتك بتبتدي انها تتحكم فيك وتتحكم في مودك، بتدي ردود افعال سيئه مع الناس، هتبوظ علاقتك بالناس، ولما بتبوظ علاقتك بالناس بتبوظ الشغل. بيقولك لما بتدي للناس ادراكهم وتفهمهم نفسهم، فالشخص حتى لو حصل له ان هو اتعصب في الشغل او حصل له مشكله، هيقولك اوكي طب سيبني اهدى شويه بعدين نتكلم مع بعض. هيبتدي ان هو يعرف الى حد ما يعرف يتحكم في نفسه. هل هتحصل كل مره؟ لا، بس هيكون قدرته على انه يفهم نفسه وانه هو يعرف يتحكم فيها او يبقى فاهم ان اللي قدامه بيتصرف ازاي. دي بتخلي الدنيا تبقى احسن في الكالتشر جوه الاورجنايزيشن. علم الناس وفهمهم ان بيتحكم فيهم المشاعر والحاله المزاجيه. لما تيجي تختار من ضمن الحاجات اللي تختار فيها الناس، زي ما بتقول انا عايزه تيم وورك ومحاسب شاطر واكسل صايع وباوربوينت رهيب، اختار الناس اللي طبيعتها اصلا بوزيتيف، عشان يبقى في عدوى وانتشار للعدوى. والناس دي سهل جدا تحولها من الحته النيجاتيف للحته البوزيتيف لو هم وقعوا منك. لو الشركه عندك قايمه على الابداع والابتكار، او الوظيفه قايمه على الابداع والابتكار زي الجرافيك ديزاين، زي الناس بتوع الكودينج، زي وانت بتختار، والنبي اختار ناس تكون عندهم البوزيتيفيتي عاليه، عشان لما لاقوا ان الناس اللي عندهم بوزيتيفيتي عاليه بتبقى الكرياتيفيتي بتاعتهم عاليه. لازم تعمل الروشته دي. لو ما عملتهاش ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه خالص، مفيش اي مشكله خالص. انكرت جزء اساسي من البني ادم وهو المود والمشاعر بتاعته والحاله المزاجيه بتاعته. انكرته، قلت لا انا هتعامل معاه بصوره مجرده. اتس اوكي، سو وات. الكالتشر عندك هتبوظ جوه، مش هتعرف تدير الناس بمنتهى البساطه، مش هتعرف تدير الموارد البشريه. الشغل ما بيقفش على حد، بس الشركه بتتاثر، وان ما تاثرتش النهارده هتتاثر بكره في حاجات كتير. لازم نعرف واحنا بندير الناس ازاي نعرف ندير الايموشن والمودز بتاعتهم. صباح الفل عليكم، وصباح ان في علم موجود في الحياه ممكن نقدر نطبقه وحياتنا تبقى احسن. صباح الفل عليكم.